بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ووراثه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. وبعد، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن قدر ضعفهم وقدر عجزهم، وبين ذلك في أحكامه سبحانه وتعالى. ففي باب الصيام يطلب من الإنسان أن يمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن قرب النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا الأمر قد يكون محتملا عند كثير من الناس، لكن عند بعض الناس يكون ثقيلا، إما لكبر سن أو لمرض أو لسفر. والله سبحانه وتعالى راعى هؤلاء القلة الذين هم على سفر أو في مرض أو كبر السن، فبين في أحكام الصيام أنه من كان مريضا أو على سفر فأفطر بسبب مرضه أو سفره فعليه أن يقضي ما أفطر بسببه فعدة من أيام أخرى. أما الذين لا يطيقونه، وفي قراءة وعلى الذين يطوقونه. إيش يطوقونه؟ يعني يكون كالطوق في أعناقهم يقتلهم ويخنقهم، لا يستطيعون، إما أنهم كبار في السن، إما أنهم ضعاف البنية، إما أن جسمهم قد غزاه المرض. فكثير من أصحاب الأمراض المزمنة لا يستطيع أن يصوم لحاجته لتناول الأدوية. فمثل هؤلاء ينبغي إذا جاء شهر رمضان أن يبادروا إلى الفطر لوجود العذر، هذا أول شيء، وألا يكابروا في ذلك، خاصة إذا نصحهم الطبيب وقال له عليك أن تفطر، يعني لا يحتمل الوضع، وإلا كان هذا انتحارا، وأن تلقي بنفسك إلى التهلكة أمر نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فيجب أن تقبل على الفطر امتثالا لأمر الرب سبحانه وتعالى. يعني أنت صحيح تحب أن تصوم ولك الأجر، أجر الصائم، هذا الأجر قضية منتهية إن شاء الله، لك الأجر، لكن تفطر امتثالا لأمر الله، هذا التشعر، لأنه هو الذي ابتلاك بالمرض. في المثل عندنا يقولوا ربنا بيبلي وبعيد، بيبني وبعذر برضه، ربنا هو الذي ابتلاك وهو الذي أوجد لك العذر. فعندما يأتي هذا الشهر عليك أن تستمع إلى نصائح الطبيب. أي واحد عنده مرض يبادر إلى الفطر ويأكل ويشرب وهو مرتاح الضمير. لماذا؟ لأن الله قد عذره. الأمر الثاني، عليه في ذات الوقت أن يشعر برحمة الله وبكرم الله. لا صيامنا ينفع ربنا، ولا فطرنا ينفع ربنا، ولا يضر ربنا صيامك وعدم صيامك واحد بالنسبة له، إنما إن صمت وامتثلت فأنت المستفيد، وإن أفطرت بغير عذر فأنت الخاسر، وإن أفطرت بعذر فأنت المستفيد، لأن هذا هو شرع الله. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهو الذي أباح لك ذلك. فهذه الثقافة، ثقافة أخذ الأعذار والعمل بها، يجب أن تغرس في نفوسنا، ما نشعر بالضيق ولا نشعر بالضجر ولا نشعر بالاستياء، لأن الله هو الذي أمرضني وهو في ذات الوقت أباح لي الطعام. الأمر الثاني أن نستشعر رحمة الله. لاحظ القانون بيقولوا لا يحمل مغفلين، يعني أنت لو ماشي بسيارتك وسهيت سرحت وتجاوزت الإشارة حمراء، هل يعذرك شرطة المرور؟ أبدا. يقول لك القانون يا عمي والله ساهي، والله أنا بحب الإشارة وهي بوتي للإشارة كمان، بس ما في، خالفت تجاوزت عقوبة، هذا هو القانون. لكن لاحظ روح الشريعة كيف تراعي صاحب العذر. القانون لا يعذر، قانون يمشي على الجميع، لكن الشريعة لا تراعي ضعف الإنسان وعجز الإنسان وحالة الإنسان. فاستشعر رحمة الله بهذا واشكره. هو الأمر الثالث على هذا الدين العظيم أن هدانا للإسلام
وهذه نعمة عظمى تستحق الحمد والشكر أن كنتم مسلمين يا إخوة. من الناس من يعبد البقر، الناس من يعبد الأصنام لا زال، من الناس من يعبد النمل. فالحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين وأكرمنا بهذا الإسلام، فنحمد الله ونشكر الله على هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمه علينا ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.